قرية وادي باصور قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية في جبل الكرد، تبعد حوالي 2 كيلومتر عن طريق حلب اللاذقية في سفح الجبل. اسمها كردي، با بالكردية تعني الهواء، والصور تعني اللون الأحمر أي الهواء الحاد. عدد سكانها حوالي 1000 شخص، كلهم كرد لكنهم فقدوا لغتهم الكردية. يعمل الأهالي بالزراعة وتربية المواشي. قرية باصور كغيرها من القرى الكردية في جبل الكرد أو الأكراد في قسم اللاذقية تعرضت لقصف شديد من قبل قوات نظام الأسد. تدمرت هذه القرية مع معظم القرى الأخرى، لذلك هم بحاجة إلى مساعدة عاجلة. وأنا هنا أناشد حكومة إقليم كردستان العراق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالتدخل ومد يد العون والمساعدة لأهلنا هناك، لأنهم بأمس الحاجة لنا. من عشائر الجبل موشان، عوجان، شيخان وكيخية. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء منطقة جبل الكرد أو جبل الأكراد، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية كباقي اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية وادي باصور.